هي الحاله دي الاربع اشخاص ما لهمش خامس. واحد عنده فلوس وعنده علم، فبيستخدم الفلوس دي في انه ينفق على اهله ويعمل اعمال خيريه ويساعد المحتاجين، ولو عنده بيزنس فبيوفر فرص عمل للناس. فهو هنا استخدم فلوسه بطريقه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ده بقى في اعلى ليفل وعلى القمه. تاني واحد بقى عنده علم بس معهوش فلوس، بيقول يا ريتني كنت زي الشخص الاول عشان اتصدق واعمل اعمال خيريه. عنده بجد نيه صادقه انه يعمل ده، فهو بقى عشان نيته الصادقه دي في نفس الليفل بتاع الراجل ده اللي هو معاه فلوس. تالت واحد عنده فلوس بس ما عندوش علم، بيستخدم فلوسه وبيصرفها غلط، ولا بيساعد بيها حد ولا بيتصدق ولا بيصرفها بطريقه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فده بقى في اقل ليفل خالص. رابع واحد بقى والاخير ولا عنده فلوس ولا عنده علم، بيقول يا ريتني كان معايا فلوس بس مش عشان اصرفها صح، لا عشان اصرفها زي الراجل ده اللي هو بيصرفها غلط اصلا، فنيته هنا مش كويسه، فهيبقى في نفس ليفل الراجل ده. الراجل الاخير ده يعني اغبى واحد، خسران دنيا واخره، عامل زي القصر اللي بترقص على السلم، ولا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. المهم يا برو ما تبقاش زي الاثنين دول اللي ما عندهمش علم، وخليك زي الاثنين اللي فوق، النيه صادقه وتبقى ربنا ويبقى عندك علم عشان تصرف فلوسك صح.